سلام ومرحبا بكم معايا في قناتي حسنة تيفي. اليوم غادي نديرو هاد الوصفة، هي في الحقيقة ماشي وصفة، هي خلطة ديال التوابل اللي هما توابل مساخن اللي كنستعملوهم في المروزية او اطباق اخرى مغربية. غادي نبدا مرة هكا ندير لكم خلطات ديال التوابل اللي كنحتاجو في المطبخ ديالنا، يعني هي هما توابل يكونوا زعما ديال شي بلاد اخرى او مغربيه. كنحتاجوهم بعد خاص ما كنلقاوهمش، بعد خاص كيكونوا الخلطات اللي فيهم شي عشوب او ما كناكلوهمش، او شي حاجه ما نقياش. في الحقيقه احسن نصاوبوا التوابل ديالنا راسنا، كناخدوهم كنقيوهم من راسنا كيكونوا نقيين، كنعرفوا شنو دايرين فيهم. ما كيكونوش جامع لينا العطار اللي شاط اللي كان. كيكون هذاك التوابل كيعطيونا مذاق زوين وكيزينوا هذاك الطبق اللي غادي نطيب. فغنبدا معكم اول حاجه غنبداو بالتوابل ديال المساخن، وبقاو معايا باش نشوفوا المكونات ديالهم وشحال كنديروا في الكميات باش ما يجيناش داكشي يجي متكامل يعني. حاجة نقول لكم التوابل بالسميات ديالهم، حيت كاين اللي ما كيعرفش السميات ديال التوابل. هذا مثلا هو سكينجبير، كلشي عارفو، واللي حداه خلقوه معرق، كنقولوا ليه خرقوم البلدي او خرقوم معرق. هادو معروفين، ولكن كاينين شي توابل ماشي كل الناس كيعرفوهم. فغنبدا نقول لكم ومن بعد غنقول لكم القياسات ديال كل حاجه من نكون كنجمع فيهم ونطحن. هذه ورقه سيدنا موسى، هذه معروفه، ورقه سيدنا موسى او ورق الغار بالعربيه. هذا خود نجار، نقولوا ليه خود نجار. هذا مكنستعملوش منه بزاف لانه كيكون مجهد، يعني غنستعملو فيه عود او جوج على حسب الكونتيتي اللي بغينا نديرو ديال المساخن. هذه كنسميوها بسيبيسه، اللي هي القشره ديال البوزه او حبه الطيب، جوبونس كنقولوا حبه الطيب، جوز الطيب. عندنا القرفه البلديه عواد، ضروري تكون البلديه هي اللي كتعطي المذاق زوين. وهنا عندنا الكبار. هاد التابل ما معروفش بزاف، ولكن اللي كيصايبوا ديما التوابل اللي هي المروزيه يا راس الحانوت هي المساخن على يديهم كيكونوا كيعرفوه، كيقولوا ليه الكبار او القبار باللغه العربيه الفصحى. عندنا ظهر فلفل، هذا كيقولوا ليه ظهر فلفل، كيكون هكا طويل، تا هو ما كنستعملوش منه بزاف لانه كيعطينا الحروريه حتى هو. وعندنا هذه كيقولوا ليها باديانه عندنا، هو اليانسون النجمي باللغه العربيه. اللي عرفتهم باللغه العربيه غنقولهم لكم، اللي ما عرفتهمش غنخليهم كيفاش كنقولوا لهم حنايا في المنطقه ديالنا في المغرب. هذه قاقله، اللي بالعربيه كنقولوا لها الهيل. الهيل معروف كتابل، يعني معروف بزاف. هذه النويوره، نويوره او نويوره. هادو الحبوب ديال الكزبر، هادو معروفين الحبوب ديال الكزبر، هاد كنديرو منهم كميه كبيره في المساحه الصراحه. المهم غتشوفوا معايا ديك الساعه المقادير والكميات من بعد فاش نكون كنبغي نطحن. عندنا القرنفل، تا هو معروف، تا هو كنديرو منه كميه صغيره، ما تكثروش منه لانه مجهد. تقريبا هو اجهد واحد، اجهد تابل في هادو كاملين. هادي كنقولوا ليها البوزه الصحراويه، نديرها بحال هكا تقريبا بحال الحبوب ديال قد الحبوب ديال القزبر، ماشي ديال البزار، الحبوب ديال القزبر. وهما ماغو يعني بنيين، بنيين بحال الحبات ديال القهوه، كنقولوا لها البوزه الصحراويه. عندنا الحلبه، الحلبه معروفه وضروري تكون بلديه، حلبه بلديه، حلبه معروفه وضروري تبدا في المساخن، لان هي من لي باز ديال المساخن. عندنا لسان الطير، لسان الطير ماشي دوك المعجنات اللي كنديرو، هذا لسان الطير تابل تا هو في الشكل ديالو بحال لسان الطير اللي كنستخدمو في المعجنات. لسان الطير
وعندنا الكبابة. الكبابة هي هذه. الكبابة تقريبا بحال النويورة ولكن هي صغيرة قد الحبات ديال البزار. عندنا كذلك السانوج. السانوج معروف، الحبيبات ديالو صغيرين، يعني صعيب أنني نهز ونوريكم. السانوج معروف، أو الحبوب ديال الحبة السوداء، بالعربية الحبة السوداء، اللي عندنا في المغرب السانوج، تا هو كنستعملو منه كمية صغيرة. بطبيعة الحال هاد المساخن راه مكديرهمش المرا حاملة، هادي حاجة طبيعية، مكنديرولهمش الدراري الصغيورين كاع، بطبيعة الحال الدراري الصغيورين كاع مغاديش ياكلو الفيس. وهنايا عندنا حب رشاد. هاد حب رشاد ضروري في المساخن، لأن المساخن السمية ديالو كيسخنو. حب رشاد مزيان، يعني حتى إلا كان فيكم شي سعلة أو شي كحبة أو ضربكم البرد فمزيانين هادو. غنحتاجو الكمون البلدي، ولكن غير كمية صغيرة. كمون بلدي مطحونش، يعني هكا حبوب، الكمية ديالو غتكون غير صغيرة. غادي نحتاجو كذلك النافع، حتى هو بكمية صغيرة. النافع البلدي ضروري يكون النافع البلدي. بطبيعة الحال هاد الحبوب كاملين هادو كيتنقاو، كيتحيد منهم المواد، كيتحيد منهم التراب، كاع داك الشوائب اللي فيهم، وعاد باش غادي نخرجوهم بطبيعة الحال. غادي نحتاجو كمية صغيرة حتى هي ديال النافع البستاني. إلا كان عندكم واحد من هاد جوج أنواع ديال النافع ديروه، ولكن من الأحسن ديروهم بجوج، حيت النافع البستاني هو زريعة البسباس، والنافع البلدي هو النافع اللي معروف ومتداول. وعندنا الكروية. الكروية غادي نحتاجو منها شوية ديال، زعما شوية الكمية ديالها غتكون زايدة شوية على النافع وعلى الكمون. هذه هي الكروية، وكتشابه الحبات ديالها بزاف مع داكشي لاخر، مكتشابهو هاد الحبوب كاملين. غنحتاجو البزار البيض. انا ما كنديرش وكنستخدمش البزار الكحل في المساخن، لان اغلبيه الاحيان غادي نستعملوها في الرفيسه من الاحسن ما نديروش فيها البزار الكحل لان كيكحل الماء. فمن الاحسن نديرو البزار البيض. بغيتو ديرو البزار الكحل ديروه، او خليط بين هادو. وغندوزو دابا للكميات. انا عندي الاله اللي كطحن التوابل، الا ما عندكمش مثلا غتاخدو هاد التوابل كاملين، غتنقاوهم وتكدوهم وغديوهم عند العطار يطحنهم لكم. اول حاجه غادي نستعملو هي سكينجبير. انا هنايا درت 3 العويدات ديال سكينجبير، كما شفتوا هما اصلا صغيورين، يعني واحد فيهم صغير. وهنا الخرقوم البلدي انا درت 4 ديال العويدات، حيت غندير واحد الكميه كبيره. تقدروا ديروا نص الكميه، مثلا الا بغيتو طحنوهم غير ليكم نتوما في الدار 4 ديال الوريقات ديال الرند او ديال ورق سيدنا موسى. عندي هنا خدنجان درت 2 عويدات، وشتي صغار الا كان عندكم كبار غديروا واحد. غنحتاجو الكبار انا درت هنا 3. نتوما غتشوفوا الكميه اللي غادي تعطيني ديال التوابل، والا بغيتو تقدروا تنقصوا. هنا عندي 4 ديال العويدات ديال القرفه، 3 العويدات ديال القرفه صافي، ولكن العويدات راهم صغار، ماشي الا كان عندكم عود كبير غديروا غير واحد. ظهر فلفل عندي منه 4 د العويدات ديال ظهر فلفل. غنحتاجو واحد المعلقه كبيره، 2 معالق كبار ديال بسيبيسه. هنا بسيبيسه ما تخافوش منها، يعني تقدروا ديروا منها كميه كبيره بارابور للتوابل الاخرى. انا درت منها 2 معالق كبار، 2 معالق كبار راهم كافيين.
ماشي غير شاطليست. غادي نزيدو هنا باديانة. هنا هاد الباديانة درت منها وحدة جوج يعني باديانات كبارين، و بحال قياس باديانة صغيرة كانت شوية مهرسة فجمعتها انايا. هنا غنحتاجو معلقة كبيرة ديال القاقلة، ما تكثروش منها حيت في المساخن ما كنديروهاش بزاف، بارابور في المروزية كنكثروها شوية. هادي حتى هي غادي نديرو منها معلقة كبيرة اللي هي نويرة. في القزبر حبوب غادي نحتاجو 3 معالق كبار، 3 معالق كبار ديال القزبر حبوب. بالنسبة للقرنفل غادي نحتاجو واحد المعلقة صغيرة ما عمرهاش بزاف، غير معلقة صغيرة ديال القرنفل. الحلبة حتى هي غادي نديرو منها كمية. الحلبة ضروري كما قلت لكم تكون بلدية، غادي نديرو منها واحد جوج معالق كبار. السنطير، السنطير غنحتاجو منه واحد المعلقة كبيرة، ما تكونش عامرة بزاف. هنا الكوزة الصحراوية، هنا راه غير تخلطات لي شوية مع القزبر الحبوب، غادي نحتاجو منها واحد المعلقة صغيرة. غنزيدو على هاد الشي الكبابة. الكبابة غادي نحتاجو منها واحد المعلقة. هنا عندنا معلقة صغيرة ديال السانوج، المعلقة الصغيرة ما عمرهاش بزاف. هذا حب رشاد، حب رشاد تا هو معلقة صغيرة. غنضيفو هنايا الكروية. الكروية غنديرو منها تقريبا واحد جوج معالق كبار، ما يكونوش عامرين بزاف. وغادي نزيدو معلقة صغيرة ديال النعفة البستاني اولا زريعة البسباس. وغادي نزيدو معلقة صغيرة ديال النعفة البلدي. وكذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الكمون البلدي. واخيرا غادي نزيدو البزار الابيض. كما قلت لكم تقدروا ديروا البزار الابيض او البزار الكحل او تخلطوا بيناتهم، ومن الافضل ديروا خليط بين البزار الابيض والكحل او البيض بوحدو. الكحل بوحدو كيجينا مزيان بزاف، وكي كحل يقدر يكحل المرقه ديال الفيس. هنا غادي ندير جوج معالق كبار ما عمرينش بزاف ديال البزار. وصافي غادي نبداو نطحنو هاد التوابل هادو. الا عندكم بحال هاد الماكينه ضروري تطحنوا وتريحوها شويه، تحاولوا تطحنوها جوج مرات باش يخرج لكم يعني كلشي مطحون. صافي وغادي دوزو هاد التوابل في الغربال الرقيق كاع، كنقولوا ليه غربال شطاطو. غندوزوهم في الغربال الرقيق باش يكونوا زعما تكون المساخن عندنا مطحونين نينين مزيان، ما يكونش فيهم شي عود ولا شي حاجه ما طحناتش. هذه هي الكميه اللي عطاتني. تشوفوا راه كميه مهمه. من الاحسن انا يعني صوبت صيفط العائله يعني بزاف ديال الدواء. من الاحسن الا كنتو غادي ديروها غير ليكم للدار
ديروا الكميه نص الكميه. من الاحسن انكم نص الكميه ديروها وتخليو نص الكميه الاخرى حبوب باش ما تبردش لكم هاد الخلطه ديال التوابل وما تبقاش عندنا يعني المذاق مجهد كيف الاول. يعني هادو هما النصائح اللي كاينين في هادشي ديال المساخن. كما شفتوا راه الكميه اللي عطاتنا كميه كبيره، يعني غير كاس من هادو راه كافي ان الواحد يصايبو واحد المره. منين يتقاد عاوتاني راه غادي ناخدو هادوك الحبوب اللي جمعناهم ونعاودو نطحنوهم عاوتاني يبقاو ديما فخاش، يعني يبقاو ديما يلاه مطحونين كيعطيو مذاق احسن. كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها، ونخلي لكم لتحت في صندوق الوصف كاع التوابل بالاسماء ديالهم، نقدر نكتبهم لكم حتى بالفرنسيه وبالانجليزيه. الناس اللي كاينين في يعني كاينين في الخارج كاينين برا يقدروا يشريوهم من تما. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم كيف ما قلت لكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقه الجايه. باي باي.